ليفربول ومحمد صلاح، البداية حلوة مفيش كلام. بداية ليفربول السنة دي في دوري الأبطال، بداية ليفربول السنة دي في الدوري، في حاجات كتير أوي، في بطولات مختلفة زي كأس الاتحاد، زي كأس الرابطة. بداية حلوة، ولكن خليني أقول لك على جملة ومثل شهير أوي: من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. اللي بيضحك في الآخر ده اللي بيضحك كتير، وللأسف اللي احنا شفناه. احنا كنا متعشمين عشم كبير جدا ان محمد صلاح بالون دور، حذاء ذهبي، شويه جوائز تانية كتير كده بالجمله. بس للاسف كل ده في اسبوع انتهى وراح. كل ده في اسبوع ليفربول اتدمر وصلاح اتدمر. ليفربول اتدمر كفريق، صلاح اتدمر كلاعب استثنائي الموسم ده، واحد من اهم لم يكن اهم لاعب في اوروبا كلها. خرج من دوري ابطال في اسبوع واحد، خرج من دوري ابطال، خرج من كاس الرابطه الكارباو، وقبليها كان خارج من كاس الاتحاد الانجليزي. كاس الاتحاد الانجليزي ده خروجه اصلا ليه برضه قصه كده مأساويه، وهو انه خرج على ايد فريق اسمه بليموس. فريق بليموس ده فين بقى؟ فريق بليموس ده بيلعب في التشامبيونشيب. مفيش مشكله، احيانا فرق الشامبيونشيب ما هي كده كده بتصعد وبتلعب في الدوري الانجليزي. الغريبة بقى ان فريق بنموذج ده اخر فريق في التشامبيونشيب، عنده 33 نقطة من 38 مباراة. يعني نقدر نقول ان ده فريق اصلا بيلعب في دوري الدرجة الثالثة، في دوري الدرجة الثالثة او دوري الدرجة الثانية بعد الدوري الممتاز. يعني فريق ممتاز، فريق ما سمعناش عنه، فريق ضايع، بيفوز على متصدر الدوري الانجليزي، اقوى دوري في العالم. فدي اصلا محتاجه لوحديها ان احنا نقعد ونتكلم ونحلل ونشوف ونقول ازاي الموضوع ده اصلا حصل. دي رقم واحد. رقم اتنين، خروجه من دوري ابطال فالبالون دور طارد. طب لو في حسابات مختلفه تماما ان مثلا ده ما خدش دوري الابطال، بس هو لاعب استثنائي وخد بطولات مختلفه السنه دي مع فريقه، وعامل افضل اسيستات على مستوى اوروبا كلها، وعامل افضل اداء فردي على مستوى اوروبا كلها. فنقول مثلا انه ممكن يدخل ضمن الجوائز المرشحه بقوه في المراكز الاولى المتقدمه جدا للبالون دور. ولكن للاسف دي كمان ضاعت. ليه؟ لان صلاح خسر كاس الاتحاد، خسر كاس الرابطه، وفاضل له الدوري بس. قول لنا صلاح اتظلم ولا لا السنه دي كلاعب استثنائي؟ وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا.